بخير. نتمنى تكوني مزيان. يلا لقيتوني فاق صليت وقتي وقريت شويه القران الحمد لله، وجيت نهضر معكم على الصلاه ديال شي حاجه اللي غتخليك تحس بواحد الطمانينه واعره بزاف، بواحد الراحه النفسيه، بواحد الشعور اللي ما كيتوصفش، وهذا اللي تفيقوا عليه. تيكون كيقول الصلاة خير من النوم. عرفتوا هذاك الشعور اللي كنحس به فاش كنسمع ديك الكلمه تبوريشه، فريمون واحد الشعور زوين بزاف. وكونوا اكيدين انكم اذا بقيتوا متضابطين على هاد الصلاه ديال الفجر حياتكم غادي تبدل 180 درجه. كاين الناس اللي كيأجلوا الصلاه ديالهم ديال الفجر حتى الصباح، حلاوتها فوق. حاجه مهمه بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يفيقوا في الصباح او لا كيعكسوا على الصلاه بصفه عامه، هو انكم ديروا الالارم ديال الوقيته ديال الصباح قبل بحال هكا، وديروا ابليكاسيون ديال الاذان عندكم في التليفون. اون فوا كيوصل الوقيته كيأذن كيعلمك باللي راه الاذان صافي، خاصك تنوض توضا تصلي وقيتك، وغادي يسهل عليك ربي ان شاء الله، وغيسهل لنا. المهم ما نكثرش الهضره عليكم. دابا غادي نمشي نفطر ونوجد راسي باش نقدروا نمشيو نقراو ان شاء الله، وهنتبع معنا فيديو ما تصابيوش. قبل ما نمشي نتحرك لافاك غادي نوجد غدايا وهي ضروري نبارطاجيه معكم. بغيت نشارك معكم المقلاة الهوائيه اللي غنطيب فيها الغدا ان شاء الله. اول مره غادي نجربها. بالنسبه للناس اللي بغاو يشريوها ولا شي حاجه غنخلي لكم سميه طلع مارك ولا شي حاجه، انا نجربها ونعطيكم رايي فيها واش زوينه ولا لا. وهانتوما معايا ما تزابيوش. الخضره ان شاء الله غادي نديرو لها السلقه، عاد نديروها في المقلاة الهوائيه. ودابا غادي نديرو الشرميله اللي غنشرملو بها الدجاج، والخضيره اللي درنا غادي تسلق. اول حاجه هنايا درنا الكزبره والمعدنوس. ثاني حاجه غادي نديرو هي الثومه. انا درت 2 دروس ديال الثومه غادي بحال هكا. نديرو شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه الملح كنا غادي نساوها. وهنايا غادي ندير اريا الزيت، غنخلطو هادشي مع بعضياتو كاملين. وهنايا شديت الدجاج ديالي فتحته باش نشرملوه في التشرميله. وهاد الشرميله اللي بقات غادي نشرملو بها هاد الخضره اللي درناها تسلق قبل. بعد ما تسلقات ليا هاد الخضره غادي نديرها في التشرميله. بعد ما شرملت هادشي كامل غادي نديرهم في المقلاة الهوائيه ونشاركها معكم. وكيف ما كتشوفوا انها هنايا كطيب كل شيء اي حاجه بغيتوها، وفيها هنايا هاد البطونه اللي ديال الحراره الدرجه اللي بغيتو ديروها فيها غادي ديروها فيها. وفيها هادي ديال الوقت، شحال بغيتو ديال الوقت بغيتو راه غادي تشعل ليكم على هذا الشكل. وكتلقاي فيها هاد اللي كنحطوا فيها الخضره والدجاج. غادي نحيدو لها هاد الشبيكه اللي كتجي معاها، كتحيديها وكديري داكشي اللي بغيتي طيبي فيه. غادي نديرو الخضره اللي درناها قبيله تسلق طيب ونرجعوا لكم. من بعد ما قدينا هادشي غادي نديرو يطيب، وغادي نديرو درجه الحراره 180، وغادي نديرو الوقت
15 دقيقه. بصراحه باقي ما عرفتش واش غادي يكون الدجاج غيطيب في 15 دقيقه ولا لا، ولكن على حسب غنشوف واش الا طاب وهداك ما طابش غادي نزيد عليه شويه. على الوقت غادي نشوفوا هادشي واش طاب. هادشي باين طيب وكيشهي. كيف ما كتشوفوا ها هو الطبق النهائي ديالنا. الدجاج طاب كامل، ما بقى حتى حاجه خضراء، يعني هذه الطوب. وهنايا درت العصير ديال لافوكا وصافي. هذا هو الغدا ديالي، غادي ناكل نرجع لكم ان شاء الله. ديك التيجي عيب انا يلا وصلت خصنا نطلعو نطفين نديرو هادشي ديال الاصلاحات. غندير لكم استاذ جعفر. غندير يدي مدركه صحيبتي. لأن الفيكساسيون تكون من القوة هذه الإدارة جعل ذلك العقوبات يمكن لها هما المناطق أو الخليات الفراغات. الدراء او فتحت قبيله كاع ما يبان مزيان. وين نضربو تصويره وغاش تصدق. المعلوم. وهنايا كان المود ديال البرد وكان خاصني ضروري نوجد البريباراسيون. الامتحانات ما بقى ليهم والو، عرفتو ديك الدقيقه 90 هي هذه اللي كنخدم فيها انا. ونتمنى ان شاء الله يوفقنا كاملين، وشكرا على المشاهده وعلى التشجيعات، وان شاء الله نكونوا في حسن الظن ديال الوالدين ديالنا وحتى نتوما. شكرا بزاف.